أهلا بكم متابعينا الكرام والأعزاء. لو أنتم محبوا متابعة أخبار النجوم الحصرية لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. بسمة وهبة تعلق على أزمة الفنان حسن شاكوش وزوجته. علقت الإعلامية بسمة وهبة على وقوع طرد حسن شاكوش لزوجته واستيلاءه على منقولتها، وعبر حسابها على انستجرام نشرت بسمة وهبة صورة تجمعها بحسن شاكوش وزوجته من كواليس حلقتهما معها، وعلقت عليها قائلة: ما بتمناش غير ان الصورة دي ترجع تاني، وربنا يهدي الجميع. حسن طيب وريم طيبة، ونتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة وعدم إفشاء أسرار البيت. ومن ناحية أخرى خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن صمته ورد لأول مرة على قيام زوجته بتحرير محضر ضده، متهمة إياه بطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها، بالإضافة إلى إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق. ونشر الفنان حسن عبر حسابه في موقع انستجرام رسالة قال فيها: مساء الفل عليكم جميعا، يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار، واحنا بنخاف على بنات الناس وتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي وما يصحش أتكلم عنها حتى لو حصل إيه. يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا اتأذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده، كل اللي أقدر أقوله الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة، والحمد لله على كل شيء. وكانت مصادر رسمية كشفت أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا داخل قسم شرطة أكتوبر من زوجة الفنان حسن شاكوش، وأحيل البلاغ للنيابة العامة لتبدأ التحقيقات حسب ما جاء في موقع صحيفة المصري. وجاء في المحضر أنه بحضور ريم صادق 28 عاما، ربة منزل ومقيمة داخل كومباوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش، لطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق. وبررت ريم تأخرها في البلاغ أنها كانت تعمل في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة. كما يذكر أنه في رمضان 2023 حل الزوجان ضيفين على برنامج العرافة، وشهدت الحلقة نشوب خلافة بينهما بسبب سؤال شيخ العرافين بأنه متزوج بأخرى، ويسكنان في شقة بالتجمع، وأهدته سلسلة وأهداها سيارة. وذهب شيخ العرافين إلى أبعد من ذلك، وقال إن الكلب الذي أهداه شاكوش لزوجته هو في الأصل زوجته الأولى. وكان حسن شاكوش وريم تزوجا في مارس عام 2023 في حفل زفاف كبير أحياه النجم تامر حسني. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة